كام؟ شغاله هرم. يوم الجمعه صح؟ ايه؟ يوم الجمعه هفتكر لك دلوقتي. شغال، جمع الناس يا باشا. شغال. ايه 16 16 عرض يوم 16 8 حصل. اللي احنا بادئين فيه منين؟ من 12 8 يعني احنا كده شغالين في العرض. طبعا على يوم الجمعه عرض غير اي ايه؟ عرض غيره اي عرض. يبقى يوم مميز. عربيه الخير وصلت بارض مشعل، ارض الخير. خش جوه هنعرف الزبون عرض الجمعه ايه اللي هم مكملين فيه تاني لحد يوم الاثنين 26. 26 يلا يا عم. يلا عرض. عنواننا سهل وبسيط، محطة مشعل اخر الهرم، كارفور اهو، ضياء سنتر اهو. قول لي يا عرض. عرض مشعل، ايوه عرض الخير فرع ضياء سنتر، مكمل من عرض عملناه كان يوم الجمعه اللي هي قبل 12. حصل زحمه، حصل تكدس ساعة عرض الجلابيه اشتغلنا فيه، رحنا جبنا العرض اشتغلنا فيه تاني من كام لكام بقى؟ بدأنا فيه من يوم 12 في الشهر لحد ما شغالين فيه وعلنا على الناس من لحد يوم 26 8. يعني عرض 15 يوم. بدعم في منتج اندر ب 10 جنيه. حصل. بدعم في بيجامه كم نص كم البنطلون بكام؟ ب 100 جنيه. ب 100 جنيه صح كده يا عم احمد؟ حصل. انا بدعم في 3 شرابات بكام؟ ب 15 ب 15 جنيه. في زبونه، في 2، في 3، في 4، في 5، في 6 انا مش عاجبهم، او مش عاجبهم المحل، او مش عاجبهم وضع المحل، او مش عاجبهم الطريقه، او مش عاجبهم طريقه العرض. طب انا دلوقتي لما بجيب الكميات دي اليومي اللي انا شغال فيها بعرض على فيديو لايف فيها، اللي كل الزمايل عماله تيجي تاخد منها دول، الجمهور ده يتعدى قد ايه؟ ويتعدي قد ايه في الموضوع ده؟ الافات والله. هزعل بقى انا 5 6 هفضل شايل همهم. اللي هتكتب تقول اصل واصل فصل، يا ست الكل دي مش مصلحه حكوميه، دي حاجه انا بعملها بالحب مع زبوني مع جمهوري مش اكتر ولا اقل. ما انا عندي اندر ب 75 جنيه وعندي اندر اهو ب 95 جنيه بيتباع بره ب 130 جنيه، حاجه دانتيل عراس. عندي كل التشكيل، بس دي حاجه انا بعملها لناس معينين بيحبوا الفئتين. الفئه اللي زي حالاتي بتحب لو راح تشتري حاجه مش عايزه يضحك عليها، تاخد برضه عرض وسعر حلو. حصل. وفي اللي محتاج الايه؟ اللي محتاج العرض ده. في اللي محتاج ايه يا عم احمد؟ اللي محتاجه اللي محتاج خصوصا. العرض ده. حصل. محتاجه، هو محتاج العرض ده. النهارده عروسه بتجهز محتاجه 6، محتاجه دستة، خدتهم معايا في جمعه في جمعه في جمعه لما باجي جمعت مني 25 اندر كلهم عاملين كام؟ 250 جنيه. خدت مني جلابيتين استقبال وخدت 4 2 في 2 لما كنا بنعمل العروض عملوا كام؟ 400 جنيه. ثمن النهارده اصلا جلابيه استقبال ب 700 جنيه. والله. النهارده بتيجي تاخد بيجامه ولا بيجامتين ولا 3 ب 100 جنيه ب 300 جنيه، اقل بيجامه فيه النهارده ب 500 جنيه و 600 جنيه، فهي محتاجه العرض وانا مش محتاج الكومنت بتاع حضرتك اللي هو اصل وفصل. يا ست الكل الفيديو جالك قلبيه خلاص، مش عاجبك عديه. الله. انت ليكي مليون محل واحنا لينا 200 مليون زبون. موضوع سهل وبسيط، ده مش تموين انا واخده من الحكومه بطلعه بالبطاقه فمطالب انت جايه تاخدي حقك مني، ده مش الموضوع مش كده خالص. تعالى يا عم نفتح العرض. يلا عرض. تعالى يا عم نفتح العرض. عرض الشباب بكره شغال، خلي بالك يوم الجمعه ما بنشتغلش 12، بنشتغل من بعد الصلاه. حصل. لكن بقيه الاسبوع كله شغالين من الساعه 12 لحد 1 بالليل. يعني يوم الجمعه بنشتغل من 2 من بعد الصلاه الساعه 2 حصل. لحد الساعه 1 بالليل. العرض غير اي جمعه، ده عرض مكمل اليوم كله. حصل. عرض شراب مستورد بجميع اشكاله بكميات الثلاثه 3 سنه يا عم احمد. 15. بص الالوان، بص الشغل البارز اللي فيه ده. عقلي هكسب فيه كام؟ يعني الثلاثه ب 15 جنيه، لما الزبونه بتيجي تاخد 3 ونعمل لها فاتوره ونديها شنطه بلاستيك بنحطها فيها ثمنها النهارده على المحل 6 جنيه. والله. ماشي. نقول بقى ايه؟ شكرا، الله يبارك لكم، انتوا بتدعموا مع الناس. لا مش عادي. كلمتين حلوين عشان نكمل في عرض تاني وتالت ورابع. لكن هو مكسب ايه؟ ايه هو 3 ب 15 جنيه؟ مكسب ايه؟ عشان حضرتك انا هتقعدي انت تنظري عليا 1 2 3 4 5 6 يا باشا. شكرا يا باشا، اطلع بره الصفحه، مش مهم خالص. انا معايا ناس جت خدت 50. بعد اذنك لو كده 10 دقايق بعد اذنك يعني اي حد يلا بينا 10 دقايق. فهي الموضوع كله سهل وبسيط. احنا النهارده
بندعم هنا شويه، بنعمل عرض في ضياء وبنعمل جمهور وبنعمل ناس. انا عاجب الناس كلها ازاي؟ ما ينفعش. بس لما بعجب بقى الناس كلها والاقي 5 6 كومنتات فلانه وفلانه وفلانه، يا ست الكل براحتك يا باشا، خش اعملي من الصفحه كلها بلوك. صح. ريح دماغك منها، انت ليكي مليون محل روح اشتري منهم. احنا هنا بندعم حاجه 3 ب 15 جنيه. تابعي صفحتي هتلاقي انا شغال فيها بقالي من الشتاء اللي فات والله. ومن الصيف اللي فات مفيش جمعه في المحل ما جبتش عرض شراب فيها 3 ب 15 جنيه. هتيجي الساعه 8 بالليل لقيتيه خلص. هو انا عارف الكميه دي هتخلص امتى؟ انا بقول لك هفتح الساعه 2 الظهر، بس على الاقل بقى ايه؟ ما عملوا لك الجمعه اللي بعدها. لكن انا مش عامله عشان مكسب ايه؟ عرفيني هو مش مكسب ايه اللي فيه 3 ب 15 جنيه عشان انا حضرتك هركب منه العربيات او انا هعدي منه. يلا يا بيلي زي ما بقول لك، يعني عشان انا عايز افهم وعايز اقتنع. بنيجي نقول لهم شكراً. كميات وما الله اعرفش يبارك ايه. لكم، دعموا فينا. كلمتين حلوين، بنمنشن لحد عشان يروح يستفاد بالعرض بدل ما انت بقالك 70 جمعه جايه تاخدي من الشراب. والله. كفايه واحده تانية غيرها. لكن ما احنا طبيعي ما احنا بنقف في الزحمه بندرس مع زبونه عشان خدت 12 حته، لا خدي 5، لا خدي مش عارف ايه، عشان ال5 اللي هتيجي تاخدهم غيرها دي هي كانت قريبتي. طب ما انا لا. اديها من المخزن على طول. صح. وراح دماغي لو هي يعني ليا دلال عليا. لكن انا بوفر لغيرك. عرض الاندر ده لف كده عليه ب 10 جنيه قسما بالله. ده استيتو النهارده على اي محل خلقه ربنا 280 جنيه. دسته ب 280 جنيه. معايا تاجر راجل محترم من بورسعيد اسمه الحاج محمد عيد. ركز برضه في الكلام ده يا عم احمد ماشي. حب راجل يدعم. محترم بيدعم معانا وقسما بالله بيسيب في ثمن حاجتها عشان هو عارف احنا ما بنكسبش فيها وعارف ان احنا بنسيب في ثمنها. بيعجب بان اللي بيجي بيبقى جاي مبسوط ان بياخد عرض. لكن احنا النهارده هنقعد نحارب في بعض. ده انا مش شغل واخده من الدوله تموين وانت جايه لي ببطاقه فانا مطالب ان انا اديكي حقك اللي انت عايزاه مني. ده ما فيهوش الكلام ده. ده حضرتك كنت طبعا هبيعه ب 40 جنيه. الزبون خد ما خدش وراح دماغي. بس انت كده بتحطميني انا ومش هبطل عروض 5 6. انا بقول لل5 6 دول يا باشا المحل وحش رايح دماغي. صح يا باشا ما بيجيبش كميات خلاص يبقى ده فوتوشوب. صح ده فوتوشوب. وريهم الفوتوشوب. يلا يا عم بيليا شاول تاني. وريهم فوتوشوب بقى. ايه ده؟ فوتوشوب. ايه ده؟ كل ده فوتوشوب بقى. ايه ده يا عم؟ الكميات دي كلها فوتوشوب. ايه ده يا عم؟ ايوه يا عم ايه ده؟ اخد دي امي في البيت؟ فوتوشوب اهو. ايه ده؟ ايه الاشكال دي امي في البيت؟ اهو. ايه يا عم ده؟ ايه ده؟ كل ده على ما شاء الله. عندي في ال5 6 والله اللي عمالين بس ينظروا تهزر لنا هتبقى تعمل لنا فيلم. انت ايه شاريانه؟ يا تاخدي في حته 15 جنيه روح اشتري من براندات. يا سلام ده انت طيبه قوي. لا هنقعد نتاسف لك ونقعد نقول لك معلش اصل حقك علينا. لا اهو يعني بص الحمد لله. بص يا عم الشغل فوتوشوب. الشغل بواقي. بص يا عم ده بكياس والله هرم اهو. ده شكل جديد. ده عرض بيجي 3 على بعض يعني بالوان اهو. بص يا عم بص الحلاوه اهي. بص التقليمه 3 ب بص الخامة. 15. بص الشكل. بص الثلاثه بقول لك 3 ب 15 جنيه. بص الباكت هكسب فيه ايه؟ يا ست الكل ده انا لو بكسب فيه كان زمان 50,000 بني ادم طلع عليا وعمل فيديوهات والله وخرب الدنيا ومسكه في ايده وقال لك انا ببيع ال3 ب 12 وكان زمان. دلوقتي الهكس اشتغل. ده انت يا راجل بتعمل عرض بقالك سنه ونص في عرض شراب 3 ب 15. مفيش واحد يا راجل ولدته امه في المهنه دي طلع قال انا ببيع شراب ب 3 ب 15. والله. فانت حضرتك هتيجي بقى وتعملي لي الفيلم ده. انا مش هبطل اعمل عروض حصل. ومش هبطل اراضي في الزباين ومش هبطل اعمل القصه اللي انا بعملها دي بمكسب من غير مكسب. بدعمها مش بدعمها انت مالكيش عندي حاجه. ده مش موضوع معاكي. انا برضو بعمل للناس دول بكره اللي يقولوا عايز يجي ياخد عرض من دول عديهم كام بني ادم. اعرفي بقى انت اقسم دولت على 3 بقى هرم. عدهم لي كام بني ادم. اقسمي كل الكميه اللي شايفاها قدامك دي على وعرفي 3. لي انت انا بخاطب كام بني ادم. صح. اليوم بتاع الجلابيه الاستقبال في راجل واحد يعمل 1500 جلابيه استقبال كنت عاملها من الناحيه اليمين ومن الناحيه الشمال. جلاليب جملتها اقل حاجه 300 جنيه و400 جنيه ب 100 جنيه وتقول لك ايه اصل جينا الساعه 9. انا دلوقتي طب اهو الكميه دي انا بقول لك انا شغال فيها يوم الجمعه. انا ايش عرفني انها تخلص الساعه 7 بالليل وانت جايه 9؟ اعرفها ازاي؟ تعالي اقعدي مكاني وقولي العرض ده يخلص الساعه كام وانا موافق. ولو قلت لك ده اخره العصر ممكن يقعد للساعه 9. انا مش عايز اضايقك. طب اعمل ايه؟ يعني اخاطبك ازاي حضرتك؟ عايز اعرف الناس دي يعني بتكلم انجليزي اخاطبها ازاي؟ والله هرم وبيزعلوا والله العظيم حاجه تضايق. بص يا عم بص يا عم
بص لما ادعم لك بيجامه زي اهي دي، اللي مكسره الدنيا بص لما اديك الباكت ده، الباكت المحترم بالحته اللي في شماعه، مش جايب لك حته شعبيه. لما اجيب لك بيجامه زي دي النهارده يا راجل الباكت والله بتاعها العظيم بفلوس والله. تصويري ده بفلوس. والله. لما انزل لك انا النهارده الحته دي من الجمعتين اللي فاتوا لحد ما انا بفرجك فيها تاني النهارده لحد يوم 26 ب 100 جنيه اهي. أهي. بص الحته ده، تعالى نعمل حته بتنور. بيجامة بص أهي. البيجامه عامله ازاي، ورب الكعبه بتنور. اه ايه ده؟ والله. ايه ده يا عم ده؟ ايه يا عم ده يا عم؟ بص فوتوشوب. البيجامة. بص الخامه، لا بص بقى في كومنت عجبني قوي اتفرجت إيه عليه بقى؟ من يومين، تقول لك ايه الخامات مش زي اللي في الصوره. ليه؟ انا كنت قلت لك الخامه اللي في الصوره دي ليها اسم اصلا، انا بعملها لك كده، انت ما افتكرتيها ايه يعني؟ انا رديت مكانها. يعني فاهم قصدي؟ بص الكلمه، هو انا اصلا جيت قلت لك ده كتان مقلوب معمول مش عارف ايه، انا بقول لك ايه، بص خليها تبان في الخامه حصل. كده أيوة. الخامه طريه ازاي. أيوة. بس اهي ادي الحته وادي الشغل. في فوتوشوب منين مثلا؟ معرفش. لا تقول لك ايه اصل مش زي اللي في الصوره، ما هي كانت في الصوره، انا وريتها لك ازاي؟ طلعت لك ازاي في الصوره؟ شافت يعني. الخامه من الصوره. انت عايزه تنظري، انت جوزك فاتح لك محل ولا حاجه والحال والله معاكي واقف، قالت لك الخامة عايزة مش تنظري قطن. على خلق الله، انت فاشله. هو لازم ابقى فاشل زيك؟ انت اكيد جوزك هو اللي فاتح محل فانت شايفاه فاشل، انا مالي، هو مش عايز شغل يبقى يجي نقعد نفهمه، هو فتح لك مشروع فانت حاسه انت غيرانه، بتشوفيها في السوق جملتها 200 جنيه بيبقى 100 جنيه ازاي؟ طب انت مالك؟ هتختل. انت تختلي بقى، اقعدي بقى اقعدي نظري خلاص هبطل انا الشغلانه واقفل ضرافه عشان حضرتك انت نظرتي بالكومنت بتاعك. طب اعمل لي بلوك وريح دماغي، والله لو اعرف انت مين واروح اعمل لك انا البلوك هريح دماغي برضه، وانا ما بقاش عارف مين اللي هيبقى انا برد يا مكانها. عم بقلك الناس دي، بقول لك بص الكميات، جيت الصبح خدت من البيجامه وخدت من القندر وخدت من كذا، ممكن في عز الزحمه فاتك عرض يا ستي، ما انت هتاخديه الجمعه الجايه وهتاخديه كمان يومين وخدتيه الاسبوع اللي فات، لا لازم نيجي، اصل انتوا ما وفرتوناش. طب خلاص نظروا علينا، احنا هنعمل عروضنا وهنطلع بقى وبقول لك يا وهو ده هيبقى شغلنا. زي ما في ناس كده، في ناس بصراحه محترمه عمالين يدعوا عايز لك. الناس قسما بالله، انا عايز الناس بس تسمعهم، اصل انا حسيت مره واحده ان انا باخد الشغل ده بحطه في بيتنا يا راجل، ده انا الوحيد اللي بفتح على فيديو لايف الصبح للمصداقيه يا باشا، ده ابطال بتعمل عروض على الطلاق وهميه، تعمل عروض وتعمل قصه وانا وعليا نعمه بقى على استندوم 50 حته، واللي الزبون يجي وما يلاقيش من اول اصلا الدخول، وبنعدي الكلام وبنقول ايه، ما بنطلعش ننظر على حد، بنقول ده كومبارس وده اصل ده ملوش لازمه، ما بنقولش حاجه، احنا مالنا، ده الملك للملك، احنا اللي بنفتح على فيديو لايف بنقعد نوري الكميات دي وبنعمل الكلام ده، وبعدين احنا مش مطالبين، هو مش موضوع، هو انا بكسب منه عشان اعمل لك موضوع؟ انت هتشتغليني؟ مفيش اشتغاله. بص يا عم ده الشكل الجديد اهو، كنا عارضينه من يومين وما كانش هو، هم ما كانوش يشتغلوا فيه، جبناه وادي اتكرر بيتجاب، هنعمل ايه؟ اهو حته زي دي بالنقشه الجديده بتاعت النهارده دي بالشغل ده بقول لك ب 100 جنيه، ب 100 بس، ب 100 جنيه. فتحت لك العرض من يوم الاثنين اللي فات، كل يوم بننزل نجيب عربيه شغل على الساعه 2 الظهر بندخلها جوه المحل عشان في الاخر ما تغطيش الزبون. بص يا عم الشكل ده اهو، الالوان اهو ترند. بص يا باشا الشكل ده، بص بقى كمياتها اهي، فوتوشوب يا عم كمياتها، ولسه في هنا على الاستاند يعني انا في على الاستاند على عينك يا تاجر. تعالى بقى احلى حاجه، الكاش اللي مكسر الدنيا، جايب لك منه ديسك عليا نعمل عليها اول من كميات اهي، جايب لك منه النهارده الكاش بالذات، انا جايب لك منه كميات اهو مالهاش اول من اخر، وانا بعرض الكميات دي ممكن تجيب لها الاستاند اللي موجود منه لحد دلوقتي اهو الاستاند اهو، كمياته اهي اهي، ولسه جايبين كميات تانية اهي اهو بكل اشكاله، باشكال جديده، باشكال تكرار، باي شكل بجيبه بعرضه لك اهو، بقول لك اهو حته كاش مايو ده شكل جديد، ده بقول لك حتتين ب 100 جنيه، الحته ب 50 جنيه، ده انت بتدفع على عربيه التين الشوكي بتاخدي 3 تين شوكي تدفع 50 جنيه والله كلتيهم بس. بص بقى السخاوه بتاع الحته دي اللي انا بقعد اوريها للزبون اللي هي علقت عليها، ايوه انا مالي، قلت ايه بقول لك خامه اهو، بص عامله ازاي باينه في الكاميرا، عليا النعمه ناعمه نعومه، شغل بفلوس والله. انا عايز بطل يطلع يقف بيه كده ويقول لي ايه، انا ببيعه ب 50 جنيه زي حتى، مش هقول لك هيضربني في 3 جنيه، يبيعه ب 50 جنيه، فينك يا عم البطل؟ تعالى وريني بيعه ب 50 جنيه، ومش تبيعه ساعه ولا ساعتين، لا تعالى بيعه بقى زي 15 يوم ومن قبلها باسبوعين عرض. ما تستغربش يا عم احمد، بس بقول لك يا النهارده انا بقول لك ايه، هي عندها حق، ده مش قطن، ده جاتوه. ايه ده؟ كاش مايو ب 50 جنيه في 2024 يا راجل، انت بتقف على عربيه التين الشوكي، الراجل بقى بينظر عليك، والله انت هتاخد 2 اكلت 3 بس، 3 4 عشان تدفع 50 جنيه 50 جنيه اهو، دي هتتلبس
وهتتغسل شكل جديد ده هرم. وهتحط في جهاز وري. وهتاخدي كاش مايو ب 50 جنيه. بسم الله ما شاء كاش الله. مايو، بص الالوان، أيوة. بص الوان بص الترند افتح ده والنبي هرم. يا راجل، بص الوان الترند. كاش مايو في ضياء سنتر مقدمه بكميات، بيتفتح من الكيس قدامك أهو. بالصوره ب 50 جنيه ب 50 جنيه بس. معاهم. الكميات اهي. بقول لك كميات، فوتوشوب. بقول لك اهو. فوتوشوب. طلعها لي. فوتوشوب. انا عايز اطلع في انا اللايف. نفسي تظهر في انا اللايف عايز بقى. الناس بالله عليك يا اخي، بالله عليك تروح هي اللي ترد عليها، اللي جم خدوا العرض واللي جايين بكرة. الناس ردت عليها واللي جايه عرض. بتاخد تقول لها لا، الناس دي محترمه، الناس آه دي والله. بتطلع على فيديو لايف. لما بيحصل بقى تكدس بقى، المره اللي فاتت كنت بشغل كاشيرين، كل والله. كاشير عليه 5 تنفار، وانا بعمل كده لمين؟ بعمل كده برضو بريحك. بكام ده يا عم؟ ب 50 بس. 50 جنيه. بص الخامه عامله ازاي؟ بص جاتوه. النقشه، بص الطباعه، كل دي اهي كمياته ب 50 جنيه. حصل اهو. بص يا عمي، اللي مزعل الناس اللي كتير. مزعل الناس كلها اهو. وهو ده اللي جايب لي الكلام، ايوه. وهو ده اللي حارق دم اي تاجر، وهو ده اللي عامل اي حاجه في الدنيا. اهو جسد بتيجي. بص الرابطه دي اهي كده. الرابطه اهي. اوريك حاجه، وريني. اعرف الزبون حاجه. آه. الرابطه دي اهي، اهي. انت شايفها صغيره قوي، دي رابطه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. عارف يعني ايه الرابطه دي 10؟ 10 يعني 10 دسها حصل. 12 120 حته. شفت كده؟ اهي. انت فاكراها ان انا ماسك دسته في ايدي؟ لا، حصل. دي 120 120 قطعه. شوفي لما بجيب لك منها المنافس بيختل، يقول لك ايه؟ انت جايب منها هي رابطه تاني. يعني بيجيب في الموديل 250 قطعه في الموديل الاندر. يعني لما بعرض لك 10 موديلات، تعالى بقى افرجك. بيفكر بالصيني. لا بيفكر، ما بيفكرش. بص تعالى بقى افرجك على الموديلات. اهو. بص بقى الموديلات، اهو. بص بقى الموديلات، كام موديل؟ بص بقى رابط الموديلات. بص يا باشا، رابطه رابطه. طالما ماسكها، تعالى والنبي عشان اهي، معايا. عشان ده فوتوشوب. فوتوشوب. تعالى كده من غير ما اعرف عددها اهو. أهو. ادي 1، ادي 2، ادي 3، ادي 4، ادي 5، ادي 6، ادي 7، ادي 8، ادي 9، ادي 10. بص 10 يعني ايه؟ اهو. اهي بص بطلع لك من هنا اهي. 10 يعني ايه؟ 10 يعني جواها 12 حته 12 قطعه، جواها 12 قطعه، 6 و6 اهو. اهو. اندر قطن ب 10 جنيه. بقول لك في الموديل 250 حته، وفي موديل بيعدي ال 300 حته، وفي موديل بيعدي ال 400 حته. لما باجي اعمل لك عرض، بعمل لك عرض على 3000 4000 اندر في اليوم. في اليوم يا راجل، ده انا لو معاه واحد بيغسل اموال هيبطلها. بس محدش برضه مقدر رابطه زي دي 10. هي فاكره ان انا ماسكه دسته. يا عم دسته ايه؟ يا عم بص الشغل يا عم. يا عم بص الاندر عامل ازاي حلاوته. يا راجل علينا نعمل اللايف ده، انا ما عملتوش قبل كده على الصفحه. والله ما عملته على الصفحه بالشكل ده. بص يا راجل، بص الاندر عامل ازاي. اهو. بص يا راجل ب 10 جنيه. ب 10 جنيه. بص يا راجل، ناس تعملوا لقطه، تعملوا نص ساعه وتخلص. احنا بقول لك شغالين يعني فيه 15 يوم. وشغالين فيه من اول ما فتحنا فرع مشعل. والله. ب 10 جنيه وعلى غفله. احنا بنفتح الشغل اللي هيتعرض بكره، ولسه اللي جه خد النهارده كان موجود محطوط ما بيخلص. بسم الله ما شاء بنت الله. عمو. اللهم بارك. صح يا عمي؟ حصل عرب. عايز ايه بقى تاني؟ عايز عرض تاني؟ انا مش عايز حاجه. معايا واحده برمودا ايوه. جديده لانج، موديل جديد. فيها شغل حلو قوي برضه، خش. فيها لقطه جميله. بص منظرها برضه هنا أهي. على الصوره، اهي. لقطتها حلوه، طبيعتها احلى. بيجامه برمودا النهارده بفلوس، حاطينها لك في الدعم بتاعنا بكام؟ ب 100 جنيه. بص يا عم احمد، الراجل بكام؟ تعب منكم والله. بكام؟ ب 100 جنيه. اهو. والنبي لو حد استفاد مننا بعرض وبيحبنا، الناس كلها بتدعي لك والله على اللايف العظيم دلوقتي. كلام. لو حد بيحبنا وبيستفاد مننا بعرض ومقدر اللي احنا بنتعب فيه ده وبنعمله، يرد لنا برد حلو. والله كله عم يشتم حد. لا، بس يعني هو يرد كله علينا بيدعي لك احنا انت. رد حلو عشان برضو يتشاف. يبقى كله الكلام ده كله بيتشاف. بيدعي لك انت. تعالى يا عم اتفرج. بص جايب لك ايه؟ اهو. جايب لك حته تايجر جديده عامله ازاي؟ ايه ده؟ بص بكام؟ اهو. شايف دي كده؟ التايجر يا كبير. ايه رايك يا عم؟ الله اكبر. 95 جنيه. 95 جنيه تبع الكاش الطويل دي. يلا. تبع الكاش الطويل. 95. 95 جنيه والله يا عم. ماشي؟ تعالى افرجك بقى. هتفتكر نفس البيجامات انا بخلص في البيجامات؟ لا ما بخلص. بص بقى بيجامه زي دي، اهي. بص الغلاف بتاعها عامل ازاي، بص أهو. الكبسوله باكت. باكت والله جمله، اسال عليه في اي حته. حصل. جمله بفلوس ب 12 13 جنيه على المصنع. لا. لما اقول لك البيجامه دي، بص بقى الخامه دي بقى من احلى الخامات اللي هتحبيها. وريها بقى. عليا النعمه الخامه دي يا عمي من احلى الخامات اللي هتحبيها. بص الخامه دي، اهي. بص الحته دي عايز عاملة بس إزاي؟ اوريهم كده هرم. اهو. ماشي. اهو. تعالى اتفرج بقى على بنطلونها لوحده، اكيد انت فاهماه يعني. جيلي. اهو بص اهو. لا بص المقاس، اهو بقول لك يلبس. ب 100 جنيه. ب 100 بس. مدعمها لك بكره اهي الله ب اكبر. 100 جنيه.
مدعمها لك بكره اهي ب 100 جنيه. افرجك على موديل الساعه. تعالى تعالى يا عم احمد. واحده بتقول لك روق بقى، احنا بنستنى اللايف بتاعك. خلاص منورين يا عم، والله انا ست محترم. بص يا عم، تعالى اتفرج يا عم. بص موديل الساعه ده اهو شايف لون الكشمير عامل ازاي؟ عروسه يا عم والله محتاجاها اقسم بالله هرم عسل يا عم، عروسه محتاجاها. طب مش لازم عروسه، واحده قاعده في بيتها هتاخد 100 جنيه من جوزها بدل ما كانت تنزل كانت عايزه تعورها في 500 جنيه عشان تجيب بيجامه برضه. هي جابت بيجامه ايه؟ تجيب لها 2 3 جابت لا يا عم، جابت واحده اهي. شوف جابت بيجامه عامله ازاي. بص لقطه الجوبير اللي فيها هنا اهي. بص الفيونكه فيونكه حته فيها شغل والطباعه يعني. بص حته فيها شغل. بص بنطلونه عامل ازاي. عايزه الله عايز تستفاد، عايزه تاخد العرض. حصل. طب انت جيتي متاخر ما لحقتيش اللون ده، ما لحقتيش في لون تاني. خدت النمره دي. انا ايش عرفني اعملها ازاي؟ حد يطلع من الجمهور يقول لي اعملها ازاي لما انا بعرض بالكميه دي كلها، يقول لي ازاي اعملها. اعرف ان حضرتك كنت جايه الساعه 10. طب ممكن تبقي تاخدي رقم وتبلغيني تقولي لي والله انا هاجي لك اوفر لي العرض. لا هات دجال. والله العظيم حاجه. بص والله ما عارف اعرض الشغل. بص موديلات كتيره اهي ب 100 جنيه يا عم. موديلات اهي كتيره، بنطلون كله بنطلون. بص موديلات كتيره. الساعه جايب لك منها كذا شكل. حلوه دي. بص يا عم دي النقشه الورده جايب لك منها كذا دست. ايه ده؟ بص الحته دي وري ب 100 جنيه. جاتوه. الشغل ده بكره هتيجي تلاقيه اول ما تخش من باب المحل تلاقيه كله هيتعرض هنا في الحته دي عشان مستلمين الشغل النهارده متاخر. حصل. ب 100 جنيه. جامه فيترن ب 100 جنيه. الحته المستورده اللي قلنا عليها اهي كميتها قربت تخلص، مش عارف بكره هتكمل معانا لحد فين او تقعد لامتى، بس دي احنا قايلين عليها بقالنا 3 4 ايام. الحته الكارينا المستورده ايوه والله العظيم حته كارينا لبس البوصه تبقى عروسه. بتقول لك روق يا استاذ محمد بقى. فوق دماغي والله العظيم فوق دماغي. انا بعمل العروض دي عشان شايف الحته عامله ازاي، وشايف بنطلون الكارينا حته مستورده مفيش مستورد في مصر. اه والله بقول لك ب 100 جنيه ب 100 بس. ب 100 جنيه حصل. بالوانها كلها، فيها اصفرات، فيها البيبي بلو، فيها فوشيا، فيها كل الالوان. مش حته حتتين. شغالين بقالنا 4 ايام اهو. اللي بيجي ياخد ب 100 جنيه ولسه شغالين كام يوم تاني. لسه تيجي تاني، ولو خلصت هتيجي تاني. بص البنطلون وري وحلاوته. تعالى اتفرج على البنطلون وحلاوته. كمياته اهي، في منه متعلق قد كده. اتفرج يا عم، اتفرج على البنطلون القطن عامل ازاي اهو، اللي بيتلبس في البيت عامل ازاي، الخامه بتاعته عامله ازاي، شغله عامل ازاي. ب 65 جنيه 65 جنيه مكمل فيها في العرض. زي ما تقولي قولي التلوينات بتاعته كلها احلى من بعضها. اه والله مش عاملين ده العرض حته وحتتين. في عروض فاتحين فيها يعني. عرض الكاش مايو ده فاتحين فيه في العدد. الله اكبر. عرض البنطلون بنفتح فيه في العدد. بص يا معلم ايه بسم الله ده ما شاء الله. بص البنطلون عامل ازاي والله جاتوه 65 جنيه. جاتوه 65 جاتوه. جنيه يا عم. ب 65 جنيه. تعبوني. شغال اهو. عرض الشورت شغال اهو. اهو انا هنا اهو في ظهرك اهو. الشورت كده جميل. بص كله بفتح لك من كيس. حته شورت كده بره بفلوس والله عم. اه والله ب 40 جنيه. ب 40 بس. ب 40 جنيه. لا والعرض شغال والوانه شغاله. كميات اهي، في كميات متعلقه بنحاول نفتح فيها واللي بيجي ياخد وبراحتكم. وكل واحد وانا تعبت. اول مره اعمل لايف ده. بفتح محمد حصل. ادي الكاش مايو هنا اهو. اهو الكميات اهي اللي لسه سيبك من متعلقه. الشغل اللي احنا استلمناه هيجي يتحط هنا اللي هو ابو ايه؟ ابو 50 جنيه. بنطلونك بتيجي تاخديه من هنا بنعلقه تاني هنا بيبقى بكام؟ ب 65. وادي الكاش الطويل اهو. كل الكاشات الطويله اللي هي نص أهو. جلابيه ب 95 ب جنيه. 95. هنحط عليها الموديلات اللي احنا لسه حاطينها. عنواننا سهل وبسيط. اخر شارع الهرم، محطه مشعل، امام ايه؟ امام كارفور. امام كارفور. العرض بكره ضياء سنتر. العرض مستمر. حصل. شغال الجمعه، شغال بكره السبت، شغال بعده الحد، شغال الاثنين حتى يوم 26 8. يبقى بدأناه من 12 شغالين 26. عرض الكوتشي عشان مش هطلع اعمل فيديوهات عند الكوتشي. عرض الكوتشي وعرض الشنطه وعرض المدارس. ارجع لي الفيديوهين 3 4 5 اللي على الصفحه اللي كانوا قبل دول هتلاقي عرض الكوتشي شغال. حصل. عرض الكاجوال هتلاقيه شغال. عايز تقول لي حاجه؟ هو العرض بكره بس عشان ما يحصلش لخبطه. بكره الجمعه العرض هيشتغل من الساعه 2. العرض الجمعه شغالين من الساعه 2. لكن بقيه الايام شغالين من الساعه 12 لحد ايوه بالليل. بس كده. ماشي هو ده كده؟ اللي انا عايز اقوله. واليوم الجمعه الوحيد اللي ما بنعرفش نلحق نكمل عروض لان احنا لسه بنقولها. حصل. جيتي متاخر، جيتي 9 بالليل، ممكن تلاقي عرض خلصان كبيرك قوي، تلاقي عرض خلصان. حصل. اللي احنا هنعرف نكمله السبت تاني عشان بيبقى يوم الجمعه عندنا ضغط فيه، لكن اي يوم غير الجمعه اي عرض بيكمل.
اي عرض بتيجي في اي كله وقت مكمل. بقى ان شاء الله لو داخله المحل واحده بالليل واحنا بنقفل حصل. هتلاقي العرض شغال لحد يوم 26. مسيلي على الناس كلها يا عم احمد. احلى مسا. وان شاء الله بامرك يا رب احنا بنحضر، انا مش طالع فيديوهات تاني، ايوه بنحضر فيديو قوي في قلب شارع ضياء في المملكه الحاكمه. حصل. ضياء سنتر في الكاجوال، بوابه من بوابات الملابس الكاجوال. الله اكبر. بنحضر عرض بامرك يا رب هيهز الارض. والله. بناس تقيله، بناس ليها اساميها من اول وسط البلد قصر النيل لحد روكسي لحد السلحدار. هسمعكم ابطال، هتدعم في عرض برعايه مصنع ضياء المشطشط الحراق. سلام عليكم. سلام عليكم.